ملقى الصالحين. هذا المهرجان يعد العادل الحمد لله سنين وجاي متزامن مع مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى عظيمة عند المسلمين كاملين في مغارب الأرض ومشارقها، لأنه خلاقة رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لملقى الصالحين هذا مهرجان الحمد لله معروف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، بالنسبة لمحافظته على التراث كامل، خصوصا التراث الديني، لأنه الحمد لله كنا قد جينا وشاركنا فيه ما بهذه الطريقة. يعني المداح منين يعود متدرج في ذا النوع من المهرجانات اللي يجبر هو فيهم ذاته، اللي جابر مع مجموعات جايه من الشمال حتى هي مادحين الرسول صلى الله عليه وسلم، من طنجه ومن فاس ومن اكادير ومن الرباط، يعني ومجموعات اللي من الجنوب. احنا اختصاصنا مدح المصطفى عليه الصلاه والسلام، وهذا المهرجان يعنينا من الدرجه الاولى، لانه نثبت في ذاتنا ونقولوا قصائد على الرسول صلى الله عليه وسلم من مولده، ونجابروا مع مجموعات ثانيه ننهلوا منها حتى هي مدح او تنهل منا المدح. وهذا صراحه هذا المهرجان الحمد لله ترى فيه جميع الاطياف، يعني ظهر فيه التقليد المنطقه، وظهر فيه الحمد لله حسن الضيافه، وظهر فيه. واحنا اليوم جينا بحب رسول الله، ان كنا ما لنا موالفين ان نمرقوا عن عائلاتنا اليوم، ما لنا مأيدين ما في بلادنا في زر والدينا غير من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي التظاهره ما نقدو يكون نجو، لانه حب الرسول سابق حب الوالدين وحب حتى بغى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مات له عنده بغاش، وحد مولي كره الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف عنه راه دار على نفسه اثم كبير. وحامدين الله الجليل اللي جبرنا اخوتنا من مدن شمال المملكه، ونهلنا من عندهم قصائد، ونهلوا من عندنا وتعرفوا على اللهجه الحسانيه، وفهموا المدح اللي نقولوا احنا عن قرب، وجبروا عنه الحمد لله الا شوي من البال ومفهوم الحمد لله. وهذا الحمد لله اليوم كانت تنحيره، الحمد لله. وغدا نولي كاين التراث الثاني، يعني طيله الايام المهرجان اللي تظهر تراث المنطقه. رانا شاكرين لها الناس المنظمين، شاكرين ذي الناس اللي ساهر على ذا النوع من التظاهرات، لان ذا النوع من التظاهرات هو الثقافه الحقيقيه، والثقافه هي اللي يبتناو بها الشعوب، ويبتناو بها الاصاله والثقافه ويلتبي الشعوب. والحمد لله احنا محافظين على ثقافتنا وعلى اصالتنا بدراري، ومدحنا الحساني وقصايدنا الحسانيه نمثلوا به في كل بلد، نمثلوا به في خارج الوطن وداخل الوطن، وفي بلادنا وفي غير بلادنا الحمد لله. ومرحبا وسهلا. اللهم صل على النبي المحبوب الشافي من الأيللي. بسم الله نبدا بكلام شكرك يا الشفاع في الامم، يوم الكرم وطول القيام، النار تهد تحكم، يا الزاهد يا العابد قوام، طول الليالي في الظلم. اقدامك عادوا من دوام، قيامك يشكو من اللرم، يا بالقاسم يلي الاقسام قسمك منهم هو الاعظم. منين خلق رسول الله؟ منين خلق رسول الله؟ صلاة وسلام عليه، جاوه ملكين من الله، النبي شق صدره عليه الصلاة والسلام. ومنين خلق؟ حشم كسرى ويبس البحر، تكيداوي الخلق على الميتوم، يخبط ويعلي ويحوصه، يجي عالي ما فهم اللوم، اخبط ذاك وذاك وسكر للدين، دور الدين يقوم، قام الدين ليل المحشر عليه الصلاة والسلام. مدحوا ما نحصوه ولا نقدون، إلى تميت اليوم نقول لك على خلافته وعلى ما نحصوه ولا نكافوله. هو اللي خلقت من بركته ذي الأمة كامل، وخلق نقولوا آدم ما يخلق حاشاه، آدم ما يخلق حاشاه. لو كان ما هو رسول الله ما يخلق قاعد الكون ولا يخلق هذا الكون، خالق الله من بركة محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا. هذا اليوم عظيم عندنا والله، اليوم اللي جاتنا وجات أصحاب على ذي المنطقة سبحان الله، اللي مجمع على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة مولد الرسول، مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا زين عندنا هو اللي كابرين به. شكرا.